دفعت المرأة حبيبها إلى البئر وركضت مبتعدة. بعد عام ارتبطت بحبيب جديد وخدعته ليأتي إلى نفس المكان ودفعته إلى البئر، ثم تقدمت لتتأكد من حياته. لم يصب الحبيب سوى بجروح خفيفة، وعندما رأت ذلك أسرعت وأحضرت حبلا وألقته متظاهرة بإنقاذه. وعندما كان يتسلق الحبل تعمدت تركه، لكن شابا كان ثابتا ولم يصب بأي أذى. ولما رأت ذلك تظاهرت بأنها ستذهب لإحضار من يساعده على أمل أن يموت جوعا في البئر. شعر الحبيب بأن هناك شيئا غير طبيعي، فبدأ يصرخ طلبا للمساعدة، لكن حبيبته اختفت. أصيب الرجل بالذعر. في تلك اللحظة انخفض منسوب الماء في البئر وظهرت جثة ذات رائحة كريهة. اقترب بحذر فاكتشف أن قدم الجثة مكسورة. خمن أن الكسر حدث بسبب السقوط. شعر بالسوء وتذكر كيف أن صديقته دفعته إلى البئر، ثم أفلتت الحبل وهربت. شعر بالخوف، لكنه لم يملك وقتا للخوف. اكتشف فتحة في قاع البئر، قام بتنظيف القمامة المحيطة وحاول فتح الغطاء، ثم التقط عصا خشبية بجانبه، ربطها بالحبل ثم أدخلها في الفتحة وبذل كل قوته لفتح الغطاء، لكنه لم يتوقع أن تجذبه قوة هائلة إلى الداخل. أخافه ذلك كثيرا، فقد شعر أن وحشا يختبئ في الأسفل، ومن أجل الهروب بسرعة أخرج مسدسه فورا، ثم التقط العتلة وبدأ يحاول فتح الغطاء بقوة. لكن لحظة فتح الغطاء صدم الرجل من المشهد الذي رآه.